ثلاث غلطات ما تعملهمش لو انت جديد في التمرين. ما تتمرنش باعلى وزن في بدايتك في الجيم. حاول تركز على انك تحسن من ادائك في التمرين وتتمرن في النطاق الحركي الكامل للعضله، وما تركزش على الوزن بس، لانك ببساطه لو ركزت على الوزن بس هتلاقي ان التكنيك بتاعك بيبوظ في نص المجموعه، وده ممكن يخليك عرضه للاصابه بشكل اكبر، خصوصا في التمرين المركبه زي السكوات وزي الديد ليفت. عشان كده اتأكد ان التكنيك بتاعك سليم 100%، وبعدها دوس في الاوزان. ما تقارنش نفسك بغيرك. في بدايتك في الجيم هتلاقي ناس عندها كتلة عضلية محترمة، الناس دي بقالها سنين بتتمرن، فعشان كده مش عادل انك تقارن نفسك بيهم، لان انت هتيجي بعد 3 شهور او 6 شهور مش هتلاقي شكل جسمك زيهم، فهتحس بالاحباط. فعشان كده حاول تقارن نفسك بنفسك، سواء كل شهر او كل شهرين او حتى كل 3 شهور. وده يودينا لتالت نقطة، وهي إنك ما تستعجلش على النتائج. عملية البناء العضلي بتحتاج صبر ووقت واستمرارية، مش بس محتاج إنك تلتزم في التمرين بس، أنت محتاج إنك تاكل نسبة بروتين عالية، وإنك تهتم بالراحة وجودة النوم، وتنام عدد ساعات كافي. وده مش هتعمله لمدة يوم أو يومين، ده هيكون جزء من الروتين بتاعك. فعشان كده ما تحطش أهداف على المدى القريب، وفكر شكل جسمك هيكون عامل إزاي على مدار السنين، وحاول تستمتع بالرحلة على قد ما تقدر، وصدقني هنا هتلاقي النتائج.